تعالوا كده مع بعض نشوف واحدة واحدة من الحاجات اللي احنا قلناها ديت. أول حاجة عندي يا ميس decomposition of some metal oxide. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني middle مع أكسجين. middle oxide يعني middle مع أكسجين. قال لي طب وأنا يا ميس بتعلم في الإيكويشنز ديت لازم أعرف الرياكتنس بتاعتي والبرودكت بتاعتي وكمان الكالرز. إيه ده هو في كالرز؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. قال لي يا ميس خلي بالك إن أنا عندي الميدل أوكسايد لما بيحصل له decomposition بيديني الميدل بلس اكسجين. طب الاكزامبل اللي عندي هنا مين عندي يا ميس؟ عندي الميركوريك اوكسايد. ادي يا ميس الميركوريك اوكسايد ده الكومباوند بتاعي لما حصل له decomposition باي هيتنج بيديني الميركوري بلس مين؟ بلس الاكسجين. يعني اداني الميدل لوحده بلس مين؟ الاكسجين حصل له ايفولفينج. قال لي طب يا ميس خلي بالك الميركوريك اوكسايد الكالر بتاعه يا ميس ريد. لما بيحصل له decomposition بيديني الميركوري يا ميس بيكون الكالر بتاعه سيلفر. قال لي بلس مين يا ميس؟ الاكسجين. الاكسجين قلنا بيحصل له evolving. طب الكويشن هنا يا ميس هيجي لي ازاي؟ illustrate by balance symbolic equations. وضحي لي بالsymbolic equations، يعني الايكويشنز بتاعتي تكون بالسيمبلز بالرموز وتكون كمان بالانس. يعني ايه بالانس؟ تعالوا نشوف هنا. قال لي يا ميس خلي بالك النمبرز بتاع الاليمنت يعني قبل الارو او في الرياكتنس لازم ايكوال ايه يا ميس؟ لازم النمبرز بتاع الاليمنت هو اللي قبل الارو بعد الارو. مش فاهم يا ميس يعني ايه الكلام ده؟ ادي احنا قلنا الميركوريك اوكسايد لما هيجي يتعرض للهيت هيديني الميركوري بلس مين؟ بلس اكسجين. طب لازم يا ميس النمبر بتاع الاليمنتس هنا الرياكتنس هو نفس النمبرز هنا فين؟ في البرودكتس. قال لي طب انا عندي هنا HG1 وهنا HG1. تمام يا ميس الميركوري هنا 1 وهنا 1. هنا الاكسجين 1 لكن هنا يا ميس 2. يبقى انا محتاجه ان انا اخلي هنا الاكسجين يبقى 2. طبعا انا بستخدم البنسل بتاعي عشان ابتدي ان انا ايه لو انا اتلخبطت اقدر ان انا امسح. خلي بالك ال2 دي تايمز في الاتش جي وتايمز في مين؟ في الاو. قال لي طب يا ميس بقى عندي هنا 2 اتش جي و2 او. طب هنا الاتش جي يا ميس ايه؟ الاتش جي 1. لا اعمل لها تايمز في 2. بقى هنا عندي 2 اتش جي 2 اتش جي 2 او وهنا 2 او. يبقى انا كده ميس بالانس. طب نرجع للكويشن بتاعي تاني. بيقول لي هنا illustrate by balance symbolic equation how can obtain mercury from red mercuric oxide. ازاي احصل على الميركوري من الريد ميركوريك اوكسايد؟ يا ميس اكتب له الايكويشنز بتاعتي واقول له خلي بالك ان الميركوريك اوكسايد بيحصل له decomposition بالهيت للميركوري بلس اكسجين. ممكن الكويشن يجي لي بطريقه ثانيه. يقول لي هنا the effect of heat on red mercury. الميركوريك ايه يا ميس تاثير الهيت؟ اكتب له نفس الايكويشنز. قال لي طب ممكن الكويشن يجي لي هنا give reason formation of silvery color on heating red mercuric اوكسايد. ازاي يا ميس بيتكون لي سيلفر كولر لما بعمل هيتنج للريد ميركوري؟ اقول له because decomposition او due to the decomposition of mercuric oxide by heating into mercury plus oxygen. ميس افرضي انا مش بعرف اكتب give reason. لو انا كتبت له الايكويشنز بتاعتي هيبقى الموضوع بتاعي سهل وبسيط هيديني عليها ماركس. قال لي طيب تعالي يا ميس افرضي انت بتضحكي عليا. تعالوا نشوف افرضي الميس دي بتضحك علينا. تعالوا كده نشوف فعلا اللي احنا قلناه thermal decomposition of mercuric oxide. ادي ميس الكالر بتاعها red زي ما احنا شايفين. تمام هيحصل لها decomposition للميركوري بلس مين؟ الاكسجين. الاكسجين بيحصل له evolving. طبعا هو هنا بيعمل لي collect بيجمع لي الاكسجين. وطبعا زي ما احنا شايفين الكالر ريد ده هيتحول يا ميس لمين؟ للسيلفر اللي هو كده معناه ان هو كون لي مين؟ كون لي الميركوري. طبعا هنا يا ميس شايفين البابلز دي البابلز بتاعت مين؟ بتاعت الاكسجين بتاعي. شايفين؟ ادي كده يا ميس الميركوري خلاص كده is formed اتكون ويكون الكالر بتاعه سيلفر زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا بقى هنا نشوف the